مرحبا متابعيني، إن شاء الله تكونون بألف خير أينما كنتم. وصفتنا اليوم وصفة شهية، وهي كيف نعمل كباب عراقي مضبوط 100% وبثلاث طرق شوي مختلفة بطريقة جدا سهلة وبسيطة. إن شاء الله تعجبكم الوصفة وتعالوا نشوف طريقة العمل. أول شي نحتاج 3 كيلو من اللحم، كيلو نصف لحم غنم، كيلو لحم بقر، مع نصف كيلو دهن أو شحم البقر، بالإضافة إلى بصلة كبيرة بهذا الحجم نقطعها بهذا الشكل. طبعا خلط نوعين لحم للكباب يعطينا نكهة جدا شهية. نحتاج نصف خبزة، أي خبز متوفر عندكم، نقطعها بهذا الشكل وننقعها بالماء مدة ثواني وبعدها نعصرها ونضيفها فوق اللحم. طبعا فائدة الخبز المنقوع هنا يعطينا طراوة للكباب. لفرم اللحم حاولوا أنه تضيفون كل المكونات بشكل تدريجي مع اللحم، مثل البصل والخبز المنقوع والشحم أو الدهن، حتى يعطينا نتيجة مضبوطة ويتجانس بشكل أفضل. طبعا وصفة الكباب الأصلية بالعراق هي إضافة اللحم والبصل مع لية الغنم، لكن عندي ما متوفرة لية الغنم فأضطر أضيف دهن أو شحم البقر. ملاحظة: للفرم استخدمت القطعة اللي تفرم اللحم ناعم. حتى يكون الكباب مضبوط 100% وياكم يحتاج تفرمون اللحم مرتين حتى من تشوون الكباب ما يوقع اللحم ويكون لازم بالشيش. نضيف 3 ملاعق طعام ملح، يعني لكل كيلو لحم مفروم ملعقة طعام ملح. إذا حبيتوا تضيفون أكثر أو أقل يكون على رغبتكم. نضيف قليل من الزيت النباتي على إيدينا وبعدها نعجن اللحم بشكل جيد لحد أن تتجانس كل المكونات وتصبح عندنا عجينة لحم طرية بهذا الشكل. إذا حبيتوا تشوون الكباب على النار أو على الفحم نحتاج شيش كباب مثل هذا، نضيف له قليل من المي على الجهتين وبعدها ناخذ قليل من اللحم ونشيشه بهذا الشكل. حاولوا أنه تعدلون اللحم من كل الأطراف لحد أن يثبت عندكم من الجهتين. طبعا الطول والسماكة يكون على رغبتكم. إذا حبيتوا تشوون الكباب بالأوفن تقدرون تنزعون اللحم بكل سهولة من الشيش وبعدها تعدلون أطرافه. نتأكد أنه اللحم لزم من كل الجهات، بعدها نضغط عليه بطرف الإصبع حتى يعطينا شكل مثل كباب المطاعم، يكون بهذا الشكل. والحل الأفضل والأسهل واختصارًا للوقت أني أستخدم هذا القالب لصنع شيش الكباب لأنه يختصر علي وقت ويوفر مجهود كلش كبير. أضيف نصف كمية اللحم، نرتب اللحم بهذا الشكل وبعدها أضيف شيش الكباب، نضيف النصف الآخر من اللحم ونرتبه بهذا الشكل. طبعًا الطول والسماكة يكون على رغبتكم. أنا اشتريت هذا القالب من الأمازون، راح أترك لكم الرابط بصندوق الوصف أسفل الفيديو. نعدل الأطراف والجوانب بهذا الشكل وبعدها نغلفها بنايلون تغليف الطعام ونضغط عليه بهذا الشكل لحد أن يعطينا شكل الكباب اللي نشتريه من الأسواق. هذا في حال إنكم شويتوا الكباب على النار أو الفحم. شوفوا شكله شلون مرتب من الجهتين. أما في حال إنكم ردتوا تشوون الكباب بالمقلاة على الطباخ أو الأوفن أو القلاية الهوائية نستخدم هذه الطريقة، إنه نضع كمية من اللحم ونضغط عليها بهذا الشكل، نرفعها بهذه الطريقة لكن من غير شيش الكباب، يطلع شكلها مرتب وحلو. طبعًا الأوفن مشغل مسبقًا على درجة حرارة 450 فهرنهايت ومدة الشوي أخذت نصف ساعة تقريبًا، بالإضافة إني قلبت الكباب بعد ربع ساعة حتى ياخذ لون من الجهة الثانية. الطريقة الأولى
نقدر نشوي الكباب بالمقلاة على الطباخ. نحتاج نصف ملعقة طعام زيت نباتي، ندهن المقلاة وبعدها نرتب الكباب بهذا الشكل، بالإضافة إلى بصلة واحدة مقطعة إلى نصفين مع طماطة واحدة مقطعة إلى نصفين أيضاً. أول ما يلزم اللحم ويتغير لونه نقلبه على الجهة الثانية، طبعاً النار هنا عندي على درجة وسط. نقلب البصل والطماطة حتى ينشوي من الجهة الثانية. حاولوا أنكم ما تشووا لمدة طويلة حتى ما ينشف عندكم. للشوي بالأوفن نرتب الكباب بهذا الشكل ونضيف طماطة مقطعة بهذا الشكل بالإضافة إلى بصل مقطعة أيضاً. وآخر طريقة هي الشوي بالقلاية الهوائية، شغلتها على درجة حرارة 200 مئوية لمدة 12 دقيقة تقريباً، وبعد مرور 6 دقائق على الشوي قلبتها من الجهة الثانية حتى يتحمر الكباب وياخذ لون. وهذه هي وصفتي اليوم، وهذه هي طريقتي لشوي الكباب بطرق مختلفة. طبعاً طريقة التقديم وإضافة الخضروات هو ذوق شخصي، ممكن تقدمون بالطريقة اللي تعجبكم وممكن تضيفون الخضروات المتوفرة عندكم. وهذه هي وصفتي اليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم طريقتي. أتمنى أنكم تجربوها وتكتبوا لي رأيكم بيها لأنه رأيكم جداً مهم بالنسبة إلي. كل المقادير والمكونات والملاحظات مكتوبة بصندوق الوصف أسفل الفيديو. إذا عجبتكم وصفتي اليوم لا تنسون اللايك للفيديو والاشتراك بقناتي وتفعيل زر الجرس حتى يوصل لكم كل فيديو جديد أنزله. كانت معكم أم يوسف من قناة تيستي يامي.